أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه، أما بعد. على كل حال أريد أن أعلق على حدث يخصني أنا شخصيا، باعتبار أن النظام الجزائري استجوب أختي التي لم أراها منذ أكثر من 17 سنة إلى يومنا هذا، وحتى الوالدة رحمها الله رحمة واسعة دفنت ولم أراها كذلك في نفس الوقت بسبب هذا النظام المجرم الذي بدأت قصتي معه منذ 17 سنة فعلا. الحدث بدأ في سنة 1994 حينما جاء الجيش وطوق الحي الذي كنت أسكن فيه بودو شايح، وهو حي يعني من بلدية باشا جراح معروفة في العاصمة الجزائرية. ودخلت كتيبة الموت، استهدفتني أنا شخصيا، واستهدفت 8 آخرين. 5 منهم قتلوهم وألقوا بهم على المزبلة، والباقي لم نكن في البيوت. وأنا أتكلم على نفسي شخصيا، لم يكن هذا ذكاء مني أبدا، لأنه كان عندي دكان في وادو شايح، كنت أصنع البطاريات وأصلحها في نفس الوقت. كنت أشتغل في النهار وأعود إلى باب الزوار، إلى بيت زوجتي في باب الزوار، في الليل أنام هناك. وطبعا جاءني أحد الإخوة في الصباح وقال لي: لا تذهب إلى الحي، فإن النظام والجيش وكتائب الموت جاءت وقتلت الأخ مسعود رحمه الله، ويحيى وعمر وكمال وعبد المجيد، بعدما أخرجوهم من البيت وقالوا لهم: اسجدوا لنا، فقالوا: نحن لا نسجد إلا لله، فرموهم بالرصاص وتركوهم على الزبالة. فأنا على جناح السرعة ذهبت إلى الحي ودخلت إلى البيت، فوجدت كتبي كلها مرمية على الأرض، كأنها كتب لا تحتوي على نصوص مقدسة من كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. وغنموا كل ما هو موجود في البيت وكل ما هو موجود في الدكان. من ذلك الوقت وأنا مطارد إلى يومنا هذا. المهم أن النظام استجوب أختي. إذا كانت هذه رسالة تهديد، أنا أقول يعني منذ نعومة أظفاري بفضل الله عز وجل أنا أطوف ببعض المساجد، وكنت ألقي فيها دروس في التفسير وفي العقيدة وما إلى ذلك، من جملتها حي زنكا في بير خادم، وهناك مساجد في لاغلاسيار، في شراربة، وعندنا في الحي كذلك. المهم النظام استهدفني واستهدف قتلي كما استهدف جميع الشعب الجزائري. وحصل هذا في باتنا، وحصل هذا في شراربة، وحصل هذا في الأخضرية. قتلوا كثير من الناس، أخرجوهم من البيوت وقتلوهم. قد يقول قائل: النظام كان يقوم بتصفية من يحمل السلاح أو من يؤيد هؤلاء. أنا أقول لكم: ال5 الذين قتلوهم في الحي، والله الذي لا إله غيره، لم تكن لهم علاقة مع أي تنظيم، بما في ذلك أنا لم تكن لي علاقة مع أي تنظيم. ولكن أنا طبيعتي كنت أكره النظام، أو كنت أحارب ذلك النظام لأنه خالف الإسلام ليس أكثر. كنت أقول هذا في دروسي وعلى أعواد المنابر. المهم استهدفني، ومن ذلك اليوم وأنا مطارد مثل ما ذكرت لكم. الحاصل يا إخوان، هذا النظام المجرم الذي يتبجح أنه في خدمة الشعب الجزائري، وهو من فعل بالشعب الجزائري ما لم تفعله فرنسا.
سبق العقيدة العسكرية لبوش التي تقول بالحروب الاستباقية، بمعنى هذا عدو، مجرد أنه عدو يجب ماذا؟ تصفية هذا العدو لأنه خطر عليك. فالنظام الجزائري سبق هذه العقيدة وكان يقتل على الشبهة، وأكثر من 20,000 مفقود من الشعب الجزائري إلى يومنا هذا لا أثر لهم، لا أثر لهم، فيهم الأب وفيهم الزوج وفيهم الأخ وفيهم العم وفيهم الجد، اعتقلهم النظام من بيوتهم، والعالم كله يشهد بهذا. مع ذلك عائلات هؤلاء تضرب وتمنع أن تخرج في مسيرات وتحتج لإظهار الحقيقة. ثم أقول كل ما حصل في الجزائر من القنابل التي كانت توضع في الأسواق وفي الأماكن العامة وفي الشوارع وتستهدف الأبرياء والعزل، كل هذا كان من ورائه النظام، لأن طبعا هناك طرفين في النظام، الجماعات الإسلامية المسلحة التي كانت تدافع على نفسها وحقها مشروع في هذا، وكان النظام الطرف الثاني. النظام سخر كل مؤسسات الشعب الجزائري في خدمة جماعة عصابة كان على رأسها نزار والمجرم العماري، حينما اجتمعوا وتكلموا بكلام كلنا يعرف ذلك الكلام. ماذا قال المجرم العماري؟ أنه على استعداد لقتل 3 ملايين من الشعب الجزائري، وأدخلوا البلاد في هذا النفق. عموما النظام كان من وراء هذه الأحداث، لأنه كان يقتل، يخرج الناس من البيوت ويقوم بتصفيتهم. فكيف لا يفعل القنابل عن طريق أبواقه وعملائه من المخابرات وغيرهم؟ والحمد لله هناك ضباط لا ينتسبون إلى الإسلام أو إلى الإسلاميين، بل هم مسلمون طبعا، ولكن لا ليسوا من الإسلاميين، لا يقفون بجنب الإسلاميين، وإنما ضميرهم عذبهم لما علموا أن هذا النظام يقوم بتصفية شعبه، وكتبوا الكتب وتصريحات على الفضائيات وما إلى ذلك. هذا معروف، يعني الحبيب سمراوي والسويدية وغيره أو غيرهم. المهم أنا أقول لو كان هذا النظام فعلا ليس هو من وراء قتل الشعب الجزائري وتصفية الشعب الجزائري، لسمح أن تكون لجنة وطنية تتكون من شخصيات وطنية نزيهة ثقة عند الشعب الجزائري تحقق في هذه المجازر، ثم بعد ذلك نحكم على زيد أو على عمر من فعل هذا. أما أننا نطلق الاتهام على عوانه ونقول الجماعات الإسلامية هي من فعلت هذا من غير بينة ومن غير دليل، فالله سبحانه وتعالى سيحاسب كل من يتهم طرف وهو على غير بينة، وإنما هو يتبع وسائل الإعلام التي من ورائها هذا النظام المجرم. قد يقول قائل أن النظام لم يسمح بهذه اللجنة لأنها سيادة الوطنية. أنا قلت من يقوم بالتحقيق شخصيات وطنية، ولم أقل تنظيمات يعني من جماعة حقوق الإنسان العالمية وما إلى ذلك. أنا قلت شخصيات وطنية نزيهة ثقة عند الشعب الجزائري تحقق في هذه المجازر التي حصلت حتى يتبين الخيط الأبيض من الأسود من الفجر. إذا قالوا هذه السيادة الوطنية قلنا لهم أنتم فتحتم الأرض البر والجو والبحر لأعداء الله عز وجل، وتنسقون مع أمريكا لضرب المسلمين. الخوارج يعني إذا كانوا هؤلاء خوارج، الخوارج يعني من طائفة من طوائف المسلمين، فلا يجوز لكم أن تنسقوا في ضرب المسلمين مع الكافر الأصلي. وهذه ردة مستقلة، ويتبجح النظام الجزائري بهذا ويقوم بمؤتمرات لمكافحة الإرهاب، ويبعث للأوروبيين ولأمريكا وغيرها ليشاركوا في هذه المؤتمرات لضرب ماذا؟ الإسلام. سبق وقد ذكرت لكم بالتفصيل فيما يخص الإرهاب الذي تحاربه الدول. ولكن الذي أقول هؤلاء فتحوا البر والجو والبحر لأعداء الله عز وجل،
في الوقت الذي يحاربون عقيدة الأمة ودين الأمة، وليست لهم سيادة أبدا، لأن هؤلاء جثموا على صدر الشعب الجزائري. حينما خرجت أمهم فرنسا تركتهم يحكمون البلاد وساسوا البلاد إلى هذه الكوارث التي نعيشها إلى يومنا هذا. فأنا كنصيحة للشعب الجزائري أقول على الشعب الجزائري أن لا يستمع لأبواق النظام من الصحافة التي تخندقت إلا الشرفاء منهم طبعا مع النظام وتسوق لآراء النظام. نسأل الله عز وجل أن يعجل بإسقاط هذا النظام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.